بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالدعاء لإخواتنا في فلسطين، شرف الأمة وفخرها. ربنا رب ينصرهم على الكيان الصهيوني المحتل ويقوي من عزيمتهم ويثبتهم على الحق دايما، وصمودهم إن شاء الله هيأتي بثماره قريب جدا، والأرض هترجع لأصحابها. ماتش بكرة الأهلي والاتحاد هو ماتش بعنوانين اتنين مفترق الطرق بالنسبة للإدارة وبالنسبة للمدربين وبالنسبة للاعبين، والعنوان التاني هو عبارة عن قرارات. بما إننا نتكلم عن قرارات فاحنا بنتكلم عن اللعيبة. فماتش بكرة بعيد عن المدربين نهائي. مدرب زي مارسيلو الأرجنتيني الاتحاد وأي مدرب للاتحاد بالكواليتي الموجودة معاه دلوقتي، أي تعليمات هيديها فاللعيبة هتأدي القرارات بنسبة 100%، بل ممكن تتجلى في القرارات ويفيد الفريق أكتر من تعليمات المدرب. في حين مارس الكرة التعليمات اللي هيديها اللعيبة أيا كان دفاعية أو هجومية، تحولات دفاعية تحولات هجومية، فاللاعيبه لو ادت بنسبه 60%، خصوصا بالمستويات المتدنيه لعيبه النادي الاهلي الفتره الاخيره، فده تبقى نسبه كويسه جدا. اتمنى لعيبه النادي الاهلي بكره تفيد كتير، خصوصا ان فريق الاتحاد عنده ثغرات دفاعيه كتير هنتكلم دلوقتي في الحالات بالفيديو. هعرفك ان اتحاد رغم ان الكواليتي اللي موجود معاه، فالريسك اللي بيعمله مارسيلو وبيعتمد وبيراهن على امكانيات اللعيبه الموجوده معاه، فبيدي ثغرات دفاعيه كبيره جدا. لقطة الهدف الأول من أول صورة لسادس الصورة. شوف بس أول لقطة عايزك تاخد بالك منها، يا الباكين مهند باك اليمين والباك الشمال زكريا، من أول لقطة لحد سادس لقطة هما متقدمين لحد ما وصل لل18. النقطة التانية لها علاقة بالقرارات. شوف رغم إن تقريبا كل اللاعيبة ممسوكة، اللاعب الوحيد اللي يمكن بعيد شوية عن باقي اللاعيبة هو الغامدي، لكن كورنادو هو اللي استلم الكرة من تحت رغم إنه ممسوك، لكنه خد القرار الصح وباص لكانتي، ومن هنا عمل 1 2 ما بينه وبين كانتي. تعرف الهدف اتسجل عن طريق المدرب ولا عن طريق اللاعب؟ لو اللاعب مش ممسوك يبقى فكر مدرب، ولو خصوصا لو اتكرر كذا لقطة. لكن لو اللاعب ممسوك ورغم كده تسجل هدف عن طريق نفس اللاعب وهو اللي حرك جميع اللعيبة، فده يبين جودة اللاعب اللي فرقت في الهجمة دي. وده اللي حصل مع كورنادو، ورغم زكريا من اول هجمه هو اللي باص الكره الاولى لكنه كمل وكورنادو لعبها له. بصوا بقى على الصوره الخامسه، كورنادو اسلم حل، واي باك في اللقطه دي هيلعبها عرضيه لبنزيما، لكنه قرر يلعب الكره لتحت لرومارينهو اللي جاي اصلا متاخر بصوره كبيره جدا، ورغم كده رومارينهو اتقدم وجاب الكره وشاطها وسجل منها هدف. دايما القادمون من الخلف هي اكتر نقطة ايجابية موجودة في نادي الاتحاد السعودي. لازم كولر يكون ممرن لعيبة النادي الاهلي ووريهم فيديوهات ووريهم لقطات من ماتش اوكلاند وماتشات غيرها. دايما نادي الاتحاد السعودي بيكون له نقطة قوة عندهم كبيرة جدا. تعالى بقى بالثنائية، اهم ثنائية تقريبا في الاتحاد السعودي لما يكون السكواد كله تقريبا كامل. مهند الشنقيطي الباك اليمين، وكانتي اللي بيدي زياده عدديه دايما ناحيه اليمين. كانتي والشنقيطي دايما بيحصل ما بينهم الاندرلاب والاوفرلاب. في اللقطه دي الاندرلاب من الشنقيطي لكانتي، ورغم ان الهدف ما سجلش لكنه لقطه مطابقه ليها، لكن كانها اوفرلاب من كانتي للشنقيطي وسجل منها هدف. لكن اللقطه دي في النهايه اتقطعت، لكنها برضه هجمه وجمل متكرره ما بين كانتي والشنقيطي. هي دي الهجمه اللي حصلت، لكن المره دي اوفرلاب كانتي يعملها وانتو ما بينه وبين الشنقيطي، وفي الاخر العرضيه كملت وبنزيما سجل منها هدف. نفس اللقطه اللي قبلها لكنها ما كملتش. في كل اللقطات دايما ركز مع الباكات، زكريا في الصورة الأولى والشنقيطي مكملين، فابينيو يعمل توغل من المنتصف باص لبنزيما اللي يعمل 1 2 ما بينه وبين كانتي، وكانتي رغم ان هو مش شايف اللي وراه لكنه اختار باص لبنزيما اللي اكيد مجال رؤية ما بينه وبين شنقيطي احسن من كانتي، ومن هنا بنزيما لعبها لشنقيطي وكان ممكن يسجل منها هدف. نقطة تعتبر من نقاط الضعف اللي موجودة في الاتحاد السعودي، لازم الاهلي يكون متمرن عليها ويستغلها. هو ان الاتحاد السعودي في وقت الدفاع اللعيبه تقريبا كلها بتروح في مكان واحد، بيعملوا ضغط عالي لدرجه ان اللي ضغط على اللاعب اللي معاه الكره زكريا الباك الشمال، وقتها فابينيو راح على مكانه، لكن كانتي وفيصل الغامدي برضو مكملين ثلاثي وسط الملعب اللي معمول عليهم مثلث، هم مكملين برضو ناحيه الكوره وسايبين الجنب التاني خالص، حتى لمجرد ان اللاعب الباك اليمين اللي هو شنقيطي برضو مكمل جنب حجازي، وحسن قادش برضو نفس الكلام مرحل، فسايبين الجنب التاني فاضي دايما. فالاهلي عليه يكون عنده الرؤيه، اللاعب اي لاعب في جنب من الجناب يكون عنده مجال رؤيه واسع في الجنب التاني ويعمل الاوفرلوب، ووقتها السرعات هتفرق لانك في وقتها بتسابق الزمن. بعد ما شفنا الحالات عرفنا دلوقتي نقاط القوة بالنسبة للاتحاد السعودي اللي هو مبني على الشراء الهجومية، وكل اللعيبة تقريبا بتعمل زيادة عددية. في أول لقطة شفنا في الهدف الأول 7 بيعملوا زيادة عددية في ساعة الهجمة، وفي نفس الوقت عرفنا نقاط الضعف اللي هي برضو ممكن بتحسب نقاط قوة للاعيبة الاتحاد السعودي، لأنهم أقوياء جدا هجوميا، ما بيعملوش مساحة أو يسيبوا للخصم فرصة إن هو يستغل المساحة اللي هم سايبينها وراه. ومن هنا هتكون قرارات لعيبة النادي الأهلي هتفرق كتير.
يا ترى التبديلات، يا ترى موديست الكلام اللي هو رجع بعد توقفه الدولي بقى بفورمة عالية. شفنا الماتش اللي فات لما نزل تبديل ما اداش احسن حاجة، لكن نتمنى ان هو يرجع الفورمة اللي احنا عارفينها. لكن انا عن نفسي مش ما عنديش اي قناعات ان انا ممكن اشوف حاجة مختلفة من موديست، بس اتمنى ان قناعاتي تكون غلط ونشوف موديست بكرة نسخة مختلفة، رغم ان هو تقريبا مش هيلعب اساسي. لكن نتمنى على مستوى الكاس العالم للأندية يكون هو تحول ليه، لانها هتفرق كتير مع حتى طريقة التعاقدات بعد كده، وانك مش هتحتاج لعيبة في يناير، ممكن تصبر على المهاجم وتجيب اماكن تانية الاهلي محتاجها.